قبل ما ابدا الفيلم بقول لك النهارده صديقي جايب لك حاجه خياليه. سونيك ابن العالميه. اقسم لك القصه خرافيه، حاله من الدراما والاكشن والخيال الانيميه التي لم ولن تراها الا عند مختار كوكلي ابن السواجي. كل اللي عليك في البدايه العاديه تصبر عليا علشان تستمتع بالقصه الخرافيه. والان اربط الاحزمه، استعد للفيلم. وبيبدا الفيلم بسونيك اللي بياخدها جري على الجزيره دي. هو بيقول ازيكم يا اولاد، انا سونيك، ما اعرفش جيت على الجزيره دي ازاي، ولكن المهم اني جيت. كل يوم ما باخدش باص علشان اروح المدرسه، انا بقدر الف في الجزيره دي كلها في ثانيتين الا ربع. اتولدت بقوه السرعه دي، ولكن الست اللي ربتني كل ما تشوفني 1000 مره قلت لك ما تستخدمش بره قوتها. وانا زي اي طفل بحب العب وبجري واعمل اللي نفسي فيه. بيوصل على البيت بيخبط في البومه دي. ايوه هي دي لونج اللي ربته يا صديقي. بتقول له ازيك يا سونيك، كان ممكن حد يشوفك وانت جاي بتجري بسرعتك دي. بيقول لها لا يا ما هو انا بجري بسرعه لدرجه ان محدش بيقدر يشوفني اصلا، وبعدين اللي خلاني اجري بالسرعه دي رحت جبت لك الورده دي يا ست الكل. بتقول له سونيك انت بجد اجمل حاجه حصلت لي في الدنيا دي يا ابني. وهوب بتشوف اولاد الهرمه دول رافعين عليهم الاقواس. لونغ بتقفل الباب وبتاخد سونيك في حضنها. بتعرف انهم مش هيسيبوهم في حالهم، فبتاخد سونيك وبتخرج طيران من الشباك. بتهرب من كل الاسهم اللي بتتضرب عليهم، ولكن فيهم واحد منشن صح بيجيبوا فيها بالطب ساكته على الارض يا صديقي. بتقول له اسمعني كويس يا سونيك، انت عندك قوه عمري ما شفت زيها في حياتي. اللي هجموا علينا دول عايزينها، واي حد هيشوف قوتك هيمسكك علشان ياخد منك قوتك. عارفه انك اقوى من اي حد ممكن يحطك في دماغه، ولكن علشان انت تعيش مرتاح بعيد عن اي نوش وعن اي طمع في قوتك، اختفي وعيش مستخبي ما تعرفش غير نفسك. بتخرج خاتم سحري وبتفتح له بوابه. بتقول له ده كوكب الارض، امن مكان ممكن تعيش فيه. بيقول لها بس انا مش عايز اروح من غيرك. بتقول له مفيش وقت يا سونيك، خد الخواتم دي ما تضيعهمش منك، خلي بالك منهم ومن الخريطه اللي في الكيس. تخيل اي مكان عايزه تروح على الخريطه وارمي خاتم في الهواء هتفتح لك بوابه على المكان ده. يلا خش يا سونيك مفيش وقت. بيخش جاري واولاد الهرمه بيهجموا عليها وهي بتخش عليهم. سونيك بيشوفها يقول لها لا اما، بيرجع لها تاني. بتقول له سلام يا سونيك. بيكون خلاص هيوصل، ولكن البوابه بتختفي صديقي. وتعدي الايام وتفوت الشهور، وفي يوم بيكون واقف برادار مرور الظابط توم. بيفضل ماسك الرادار وبيقول يا جماعه ايه الملل ده، اي عربيه طب تعدي. وايد في الجاز بيقول له توم انت سامعني؟ بيقول له سامع. بيقول له انت فين؟ بيقول له مفيش، قاعد على البحر بالمدام. اكون فين يعني يا بارد، ما انا قاعد على الطريق بهش دبان. استنى يا اسطى في حاجه اهي معديه. بيبص بالرادار بيلاقيها سلحفاه صديقي ماشيه بسرعه 0 كيلومتر في الثانيه. بيضحك وهوب حاجه بتعدي بسرعه 297 كيلومتر. بينصدم بيبص تاني بيلاقي الرادار لقط حاجه بسرعه 300 كيلومتر. بيقول الجهاز ده خرف ولا ايه؟ سونيك بيقف ورا العربيه وتوم بيحس بيه، ولكن سونيك بيختفي. توم بينزل من العربيه وبيقول ايه اللي بيحصل ده. بيفضل يتمشى وبيبص في الزرع بيلاقي شعره من سونيك. بيستغرب من النور اللي طالع منها، ومره واحده وايد بيقول له انت فين؟ تعالى لي جبت لك نص بسبوسه عاده. بياخد العربيه ويمشي، والسلحفاه حبه عيني كل ده بتعدي الطريق الناحيه الثانيه. اخيرا في عربيه بتعدي على الطريق، ولسوء حظ السلحفاه العجله بتكون عليها بالظبط. بتقرب وبتكون خلاص هتنهيها. تفتكر ان ده هيحصل يا صديقي؟ لا والله، قبل ما يلمسها كاوتش العربيه سونيك بيكون واخدها في حضنه وطاير بيها بعيد. وبعد ما كان كلبوس صغير كبر وبقى زي ما انت شايف يا صديقي شديد. المهم بيقول لها عماتي مش تجري شويه؟ انا نسيت ان ده اخرك في الجري، بس وحياه امي لخلي اليوم ده احلى يوم في حياتك كلها. بياخدها طيران بسرعته. بيقول لها ايه رايك؟ عارف انك هتروح تحكي لزمايلك محدش هيصدقك، مش لازم تحكي لهم اصلا، انا عايزك تستمتعي باللحظات دي. وهوب بتطير من ايديه. بيرجع في جزء من الثانيه يجيبها. هو بيخش بيها الغابه. بيقول لها اللي حصل ده سر بيني وبينك ولا كانك شفتيني، سلام. بيجري على حجره. هو بيفضل يلعب مع نفسه. بيروح على ترابيزه التنس. هو بيقول له تعالى يا قلبي ده انا هشويك. بيروح الناحيه الثانيه. هو بيقول له تشوي مين؟ ما تعرفش قدامك مين؟ بيلعب مع نفسه لان سونيك يا صديقي طول عمره عايش وحيد، خايف يقرب من اي حد. المهم بيفضل يلعب وبتكون خلاص الكره هتقع، ولكن بيروح عليها بالمضرب. الضربه بتيجي في كيس الخواتم. بيفتكر كلام لونج لما قالت له دي الكواكب، لو حد شافك وطمع في قوتك اهرب على اي كوكب من دول، واحسن مكان ممكن تعيش فيه بعد كوكب الارض كوكب المشروم. بيفتح بوابه على كوكب المشروم. بيقول هو ده شكل الكوكب؟ ده شكله كوكب زي الطين، انا اصلا بكره المشروم. بيخرج بره. هو بيقول يا مدينتي عايش وسطكم بقالي زمان، هو ما حدش فيكم يعرف ان في فضائي زيي عايش وسطكم، بس بحبكم وحابب قرب منكم، واكتر حد بحبه وعاجبني الظابط بتاع الكحك ده. ما اعرفش ايه السبب اللي مخلي قلبي متعلق بيه، ممكن علشان شبهي في كل حاجه، بيحب يعمل خير، بيقدر الصغير قبل الكبير، حتى البط بيعمل له الف حساب. الراجل ده متجوز الشوكولاتايه دي، ست حبوبه ومحترمه قوي، كل يوم الصبح لازم تعمل الحركات الغريبه دي وانا بفضل اعملها معاها. وعلى بالليل وهم بيتفرجوا على فيلم بفضل برضه اتفرج معاهم. بيتعاملوا كانه قاعد وسطهم، وده صديقي اللي بيحلم بيه، ولكن خايف يقرب منهم او يظهر لهم يخافوا منه. بيحط دماغه في الارض وبياخد بعضه
يمشي. تاني يوم توم بيرجع من الشغل على البيت، بيلاقي الحيوانات دي بتاكل من الزباله اللي قدام الباب ومبهدله له المكان. بيقول لهم مهش ياض منك ليه؟ كرهتوني في البيت الله يحرقكم. بيخش جوه بيسلم على الكلب ومراته بتقول له مفاجاه. بيقول لها ايه هي؟ بتقول له افتح الظرف ده. بيقول لها مفاجاه صغيره قوي. بتقول له يا عم افتح. بيفتح. هو بيقول توم احنا وصلنا طلبه، وبما انك عايز تتنقل لمركز شرطه فرانسيسكو احنا مبسوطين قوي لان ضابط كفاءه هيئه زيك عايز يبقى معانا في القاسم. مبروك طلبك اتقبل يا توم. بيفرح قوي. هو بيقول لها انا مش مصدق نفسي، دي كانت امنيه حياتي، بس مش عارف ازاي هتكلم قدام اهل المنطقه هنا واقول لهم اني هسيبهم، خايف يفهموني غلط. انا بكون في منتهى السعاده وانا بساعد الناس هنا، ولكن هنا مش هقدر اثبت نفسي، انا بفضل ساعات واقف علشان عربيه تعدي ولا في حد بيعدي. بتقول له عارفه يا عمري، وبتاخده بالحاضر. تاني يوم بيقف. هو بيقول انا مش عارف هقولها لكم ازاي، ولكن انا همشي من هنا، مش علشان مش حابب خدمتكم، علشان في فرانسيسكو محتاجين لي قوي، وان اي حد فيكم محتاجني في اي وقت هتلاقوني تحت رجليكم. ايه رايك يا سبار؟ حلو الخطاب اللي هقوله قدام الناس صح؟ عارف انه عاجبك. في الوقت ده سونيك بيكون بيحضر مباراه للشباب دول، وهوب الواد ده بيجيب هدف وزمايله بيروحوا جري عليه. سونيك بيكون في منتهى السعاده، وعلى بالليل بيخش الملعب. هو طبعا بيكون الحارس والمدافع والمهاجم، وبيلعب مع نفسه. بيبدا الماتش مع نفسه، هو بينهيه بمسكه الكوره، بيقول عملتها يا رجاله. بيعيش الدور على اساس ان في جمهور هيشجعه، ولكن ما بيلاقيش حد حواليه. بيقول المنحوس منحوس، الظاهر اني هقضي الباقي من عمري من غير لا صاحب ولا حبيب، انا هفضل كده لحد امتى؟ بيغضب من غير ما ياخد باله، هو بيفضل يلف حوالين الملعب بسرعه مهوله، ومره واحده بيضرب الكهرباء اللي جمعها، بيفصل كهرباء المنطقه كلها. وايد بيتصل بتوم، هو بيقول له اصلا التليفون مش مبطل رن عندي. بيقول له ليه؟ بيقول له مفيش، الناس عايزه الاوردرات بتاعتها. هيكون ليه يعني يا خفيف؟ النور طافي في المنطقه كلها والناس كلها قلقانه محدش عارف ينام. بيقول له اتصل بزيم خليه يشوف المحولات ليه فصلت، ما تقلقش هم يصلحوها. بيقول له يا سلام، مش غريبه ان المحولات كلها تفصل كده مره واحده. بياخد باله من شعر سونيك، وبيقول له في لاله، بيشيل القميص من على الشعره بيلاقيها منوره اول مره دي. في الوقت ده القائد والترز بيجمع رجالته، هو بيقول لهم اللي حصل ده كارثه مش طبيعيه، ممكن حد يفهمني ازاي ده حصل؟ اول واحد بيقول له السلك لمس فول مدمس، التاني بيقول له اكيد الاستريفينكو لمس في الاستريفينكي فعملت استمار شاكه. بيقول لهم الكلام ده ما دخلش دماغي، الدنيا كانت ماشيه زي الفل ولحد دلوقتي ماشيه زي الفل، مفيش اي اعطال في المحولات، اللي حصل ده حاجه مش طبيعيه، وانا من رايي كده نبعت رجالتنا يدوروا ونبعت وسطهم الدكتور روبرت. عم شلتوت بيقول له لا يا قائد ما تهزرش، ده راجل مجنون. بيقول له ما قدامناش غيره، ما هو جنونه ده هو اللي هيعرف يتعامل مع الجنون اللي حصل امبارح. وفعلا المعمل الجنائي بيكون في الشوارع، قلب من الدنيا عايزين يوصلوا لاي حاجه، وهو بتحضر التريلا دي في المكان. بينزل منها دكتور روبوتيك وراه ستوني المساعد بتاعه، بيقول للقائد ازيك؟ بيقول له ازيك يا فندم؟ بيقول له فين المسؤول هنا؟ بيقول له انا. بيقول له لا انا. بيقول له لا انا. بيقول له طول ما انا هنا تسمع كلامي، تسمع كلامي وتمشيه بالحرف الواحد يا فاشل، شوفوا اتعلم الشغل بيمشي ازاي. ستون بيقول له دكتور روبوتيك هيعرف اللي حصل بالظبط، لان العلم اللي وصل له في التكنولوجيا جبار. وفعلا الروبوتيك بخير طياراته هو بيسرحهم وسط الغابه، بيفضلوا يدوروا على اي حاجه غريبه، وواحده منهم بتلاقي علم جزمه سونيك. الدكتور بيشوف العلام، وستون بيقول له ايه ده رجل طفل، وايه اللي هيودي طفل زي ده الغابه؟ بيقول له طفل مين يا حمار بارنيه، ده مش انسان اصلا، دي حاجه غريبه وغالبا فضائي، وانا مش ههدى الا لما اجيب الفضائي ده، البلد هترتاح منه وانا هستفيد بقدراته. في الوقت ده سونيك بيكون مستخبي زي الحراميه في جحره، هو بيقول نهار اسود ومهبل، بيقول يا دوب شويه كهرباء، المفروض الكهرباء تزيد ما تقطعش، ما علينا، جه الوقت اللي ههرب فيه من الكوكب قبل ما يقفشوني. بيرجع على جحره بيقول طيب اهم حاجه هلم حاجتي، واهم حاجه في حاجتي فرشه الاسنان والمعجون، والسندوتش ده جبته ما اكلتش غير نص، وشويه البخور دول، والكتب اللي بتعلم منها، كله الا الكتب، والكرسي ده اهم حاجه، دي الحاجه الوحيده اللي بتريح ظهري. يلا بقى مش مشكله، بيخرج الخاتم من الكيس وبيقوم خلاص هيرميه، ولكن بيلاقي القوات فوق دماغه، بيقول مش هينفع هنا، لازم اروح في مكان واسع وفاضي، مع السلامه يا جحري. في الوقت ده توم بيتصل بمراته، هو بيقول لها يا بنت الناس انا اتاخرت امبارح غصب عني. بتقول له لا ما كانش المفروض تسيب البيت وتمشي، انا فضلت خايفه طول الليل لوحدي. بيقول لها ما هو انا كنت بحل في موضوع الكهرباء ده، بس انت اختك الشيطانه اللي عندك دي مكبره الموضوع في دماغك. بتقول له يا عم ما حدش كلمني اصلا، المهم خلي بالك من نفسك عندك. وهوب بيسمع صوت بره، بيبص بيلاقي صندوق الزباله مقلوب، بيقول لها طب اقفلها علشان الحيوانات اللي تحته دول جبت اخر منهم. بتقول له طبعا هتضربهم بمسدس التخدير وهترميهم في نص الغابه بعيد عن البيت. بيقول لها بالظبط ده اللي هيحصل، يلا سلام. ولكن اللي بيكون عمل الصوت ده سونيك يا صديقي. بيخش المخزن تحت بالراحه، هو بيقول حلو قوي، هروح فين بقى؟ انا مش عارف، انا عايز اروح الكوكب ده ومش عارف، لان كوكب المشروم ده مش عاجبني خالص، ما علينا اروح ولو ما عجبنيش همشي من هنا. بيكون خلاص هيرمي الخاتم، ولكن توم بيقول له اثبت عندك يا. الاثنين بيتخضوا من بعض، وسونيك بيبص على تيشيرته اللي بيكون عليه رسمه برج وهو مكتوب عليه فرانسيسكو، وهو توم بيخبطه في حقنه البنج في رجليه. سونيك بيقول فرانسيسكو والخاتم بيقع منه، البوابه بتتفتح على فرانسيسكو، ولكن سونيك بيتخدر، بيمد ايديه، كيس الخواتم بيقع منه، بيحاول يخش ولكن الدايره بتقفل، وسونيك بيطب ساكت مكانه. توم بيحطه في قفص الكلب وبيفضل يحرك فيه بالكبشه، بيجيب الشعره اللي معاه وهو بيقول يعني الشعرايه دي بتاعته، وبيفضل واقف في منتهى الصدمه. وهوب سونيك بيفوق وبيخرج من الصندوق، توم بيبص وراه وبيتخض، بيقول له اه يا بتاع الكحك. يقول له هو انت بتتكلم؟ انت اكيد
اكيد مش جاي هنا علشان تاذيني صح؟ بيقول له انت ضربتني في رجلي، وبتقول لي جاي اذيك؟ انت اللي اذيتني يا عسل. بيقول له عندك حق، بس انت ايه اللي دخلك المخزن بتاعي تحت؟ بيقول له يا عم كنت عايز مكان امان، وانا ما اعرفش على الكوكب ده حد غيرك، قمت جيت على هنا على طول، قلت ما فيش غير حبيبي بتاع الكحك المكحكه. بيقول له اهدى بس على حالك، وبعدين ايه بتاع الكحك اللي انت ماسك لي فيها دي؟ انا ظابط شرطه قد الدنيا، والدنيا مش قدي، وبعدين انت يالا جيتني من اي داهيه، شوف نفسك رايح فين يلا. بيقول له انا هسيب لك الكوكب ده كله يا عم وماشي، ولكن بغبائك ضيعت لي كيس الخواتم بتاعي. وهوب دكتور روبوتك بيحضر بالعربيه بتاعته في المكان. توم بيقول له هي دي السفينه بتاعتك اللي هتمشي فيها؟ بيقول له سفينه مين؟ بيقول لك كيس الخواتم اللي كنت همشي بيه ضاع مني. سونيك بيبص بيقول له نهار اسود، ده ابن الهرمه اللي كان بيجري ورايا عايز يمسكني. بيقول له انا مالي؟ بيقول له لا مالك، مفيش وقت اللي احنا بنعمله ده خالص، انت لازم تخبيني قبل ما يقفشني علشان خاطري ما تخيبش ظني فيه. بيقول له طيب تعالى معايا. بياخده فوق، هو بيقول له خليك هنا مهما حصل ما تتحركش من مكانك. بيقول له خلصانه. بيسيبه، هو الدكتور بينزل يتمشى، بيشوف نفس علامه الرجل اللي شافها في الغابه. توم علشان يكسر شره بيقول له ايه الدنيا يا بلدينا، محتاجه اي مساعده؟ بيقول له صباح الخير يا فندم، انا موظف من شركه الكهرباء، يا ريت تدخلني البيت بس اقرا العداد. بيقول له ما تهزرش، طالما انت في شركه الكهرباء اكيد تعرف سيروس صاحبي. بيقول له سيروس يا عم ده عيل شقي مطلع عيني في الشغل. بيقول له طيب اتفضل تعالى. بيقرب، بيقول له بس استنى، انت ما تعرفش ان العداد بيتقري من بره؟ نسيت كمان اقول لك ان سيروس صاحبي ده مش شغال في شركه الكهرباء، شغال في شركه بترول، بلاش استغباني علشان ما ازعلكش مني. ابن الهرمه بيقف، هو بيخرج طيارات صغيره من العربيه بتاعته، هو بيفضل شاغل توم بالكلام. الطيارات بتاعته بتطلع تدور في البيت، هو بالتحديد بيطلع عند سونيك اللي بيحاول يبعد الشعاع الاحمر عنه، ولكن اولاد الهرمه مش مديله فرصه، بيستخبى وسط الكور وبيكون خلاص هيقفشوه، ولكن بيلف من وسط الكور وهو بينزل تحت يعمل صوت. روبوتك بيقول لي تم طلبي عندك يا معلم. بيخش جري لجوه، ولكن بيلاقي واحد من الحيوانات بياكل في التورته. بيقول له شفت يا باشا، يا ريت بقى ما تعطلناش وتورينا عرض كتافه. بيقول له خلصانه. بيلف وبيكون خلاص ماشي، ولكن بيشوف شعره سونيك. بيقول له ايه ده بقى؟ بيقول له ده مسواك. بيجيب له واحده من الطيارات، هو بيخرج منها سلاح، هو بيقول له 5 ثواني لو ما قلتش فين الفضاء اللي عندك هفرتك دماغك. 1 2 3. سونيك بيقول له خلاص انا هنا. بيترعب منه، وتوم بيخبطه بواحده بيغميه، ولكن الطياره بتنشن عليهم. توم بياخد سونيك وطيران لبره، ولكن بنت الهرمه بتضرب عليهم بيستخبوا منها. سونيك بيشغل دماغه وبيلف لها الناحيه الثانيه، بينط عليها ما بيقدرش يضربها علشان الاصابه اللي في رجليه. توم بيخبطها بالصينيه بيكسرها، هو بياخد سونيك وجري على العربيه، الاثنين بيركبوا وهو بياخدوها جري من المكان. توم بيقول له قول يا فنان انزل معاليك فين، خلينا اخلص منك. بيقول له انا اللي عايز اخلص منك، وصلني على فرانسيسكو وانا همشي. بيقول له نعم فرانسيسكو مين؟ دي اخر الدنيا محتاجه صفا. بيقول له وانا مالي، ما هو انت ضيعت الخواتم بتاعتي هناك، مش هتخلص مني الا لما الاقي كيس الخواتم بتاعتي. بيقول له يا دي الخواتم، انا اول مره اشوف حد بكيس خواتم، عليكم حاجات يا فضائيين فاضيه. بيقول له ما هو انت حمار، باين على شكلك كده، الخواتم دي سحريه، بمجرد ما بفكر في اي مكان وارمي خاتم بتفتح لي بوابه على المكان ده، بخش في المكان بكل سهوله، وانا كنت هفتح البوابه وماشي لولا ما عليك ما ضربتني في رجلي. بيقول له ولا انزل حالا من العربيه، شوف انت هتروح فرانسيسكو ازاي. بيقول له انا عرفت منك اصلا، نزلني. بينزله وفعلا بياخد بعضه ويمشي، ثم ما بيلحقش يقفل باب العربيه. سونيك بيرجع له تاني، بيقول له استعب عليه، انا ما اعرفش فين مكان فرانسيسكو دي اصلا، ومش قادر اجري على الميه علشان الضربه اللي حضرتك ضربتهاني في رجلي. بيقول له يا عم ما خلاص انت عمال تأنب فيا، وبصراحه كده انا فعلا السبب في الضربه اللي في رجليك، بس صدقني ما كانش قصدي، يلا نظف نفسك واركب. بيقول له اوامر يا زعامه. بيركب، هو بيكون في منتهى السعاده. بيقول له ما تفرحش قوي لحد ما اوصلك للخواتم دي تسمع كلامي، ومش عايز طولة لسان وافعال ملهاش لازمه منك. بيقول له خلصانه يا بتاع الكعب. بيقول له تاني مره ما تقوليش بتاع كعب، انا اسمي توم. بيقول له انا سوني. استنى يا اسطى هنا، استنى والنبي عايز اجيب حبه قوه. بيقول له مش هينفع. بينط من الشباك، بيجيب الكور في لمح البصر وبيرجع تاني. توم بيستغرب، وعلى بالليل بينزل على الكابينه دي. بيقول له استنى انت رايح فين؟ بيقول له اتصل بواحد صاحبي وراجع له. بيقول له ما هم ممكن يعرفوا اماكننا من التليفون. بيقول له مستحيل ده تليفون شارع، وفعلا بيروح يتصل بوايد. بيقول له ايه يا اسطى انت فين؟ بيقول له مش وقته، في بلاغات اتسجلت ضدي. بيقول له يا اسطى بس ماشي قول لي انت فين؟ بيقول له في الشمال جنبك. بيقول له طيب لا ما تقلقش مفيش بلاغات، بس في واحد ورجالته جم سالوا عليه. بيقول له اسمع اياك تقول لهم على مكاني. بيقول له لا ما هم للاسف كلهم سامعينك دلوقتي. روبوتك بيخطف السماعه، هو بيقول له اسمع على انت ما تعرفش الفضاء اللي معاك ده ممكن يأذيك ازاي، استناني لحد ما اجيلك، وبعدين انا بكلمك بالذوق ليه، وحياة امي لو ما نفذت كلامي. توم بيقفل في وشه، هو بيروح يشتري اكل. بيقول له يلا يا عم سونيك نتعشى، ولكن ما بيلاقوش في العربيه يا صديقي. بيخش في المكان ده بيلاقيه قاعد في وشه. بيقول له ايه اللي دخلك هنا؟ بيقول له يا اسطى وحياة امك سيبنا نشوف العرض ده ونمشي. الويتر بتقول لهم هتشربوا ايه يا جماعه؟ بتركز مع سونيك، بيقول لها ما تخافيش ده واحد صاحبي لما مراته بتضربه وشه بيزرق زي ما انت شايفه، هات لنا 2 لاتيه. بتسيبهم وتمشي. توم بيقول له ابسط يا عم عندك واحده. بيقول له اصلا انا مبسوط من يوم ما شفتك. بيقول له يعني انت كنت لازم تخش المكان ده؟ بيقول له نفسي من زمان. بيقول له يعني ده من ضمن امنياتك صح؟ بيقول له يعني ايه امنيات؟ بيقول له الامنيات دي حاجه نفسك تعملها فبتكتبهم في ورقه علشان ما تنساش، وفي الوقت المناسب تبدا تحقق فيهم واحده ورا الثانيه. بيقول له انا عمري ما عملتها دي يا اسطى، بس حالا. بيجيب ورقه وقلم وفي ثانيه بيكتب كل امنياته. مره واحده بيقف، بيقول له في ايه؟ بيقول له اصلا انا امنياتي كتير قوي، مش عارف ان كنت هعرف احققها قبل ما اوصل للخواتم وامشي من على كوكب الارض ولا لا. بيقول له ما تقلقش اكتب وانا معاك، وفعلا بيكتب.
وتوم بيفضل معاه هو بيحقق امنياته. كل حاجه بيعملها بيعلم عليها بالقلم لحد ما هو بيرقص بصوت في الوليه دي بتكون فاكراه توم. بترشقه بالكاس في وشه وبيقعد على الترابيزه يمسحه. جردة المكان بيخشوا عليهم وبوكشا بيقول له ايه اللي عملتوه ده يا حضرات؟ اللي حصل ده هتحاسبوا عليه دلوقتي. توم بيقول له انت ما تعرفش انا مين؟ سونيك بيقول له سيبهم لي، ضربهم كان امنيه من امنيات حياتي. بيمسك الازازه وبيخبطها في دماغه ولا بتهزه. بيقول له توم يا اسطى انا كنت بشوف الازايز دي في الافلام اللي كنت بحضرها معاك بتتكسر على دماغ الاشرار، ايه اللي حصل؟ ولا في الافلام كدابين؟ حمده بيخبطوا بواحده بيوط بتيجي في توم. 5 بيمسكوا في توم وبينزلوا تكسير في عظمه. سونيك ما بيسيبش الفيل ده وبيطلع على دماغه، بيفضل يخبط فيها ولا بيتأثر. سونيك بيبعد عنه وابن الهرمه ده بيهجم عليه ابوه خلاص هيجيبه، ولكن سونيك بيتحول وقبل ما يوصل له بيقول له بجد انت اللي جبته لنفسك. بيختفي من قدامه وبسرعه لا انت ولا انا نتخيلها صديقي. بيروح جري ياخد سيلفي مع صاحبنا ده قبل ما يقع، واول واحد بيغطي وشه، التاني بيشد البوكسر بتاعه وبيعلقه في الانتيكه دي. بيروح على توم يبعده قبل ما ياخد البنيه، بيلاقي سندوتشات طايره وهتنزل على الارض بياكلهم قبل ما يقعوا. بيروح على الاثنين دول بيلفهم بمناديل الحمام، اما الباقيين بيلف عليهم الشريط ده وبيطلع يربطه بمروحه الساعه. بيرجع تاني للدور ده وبيلبس لبسه، بيمسك الفوطه دي وهوب الشباب المروحه بتشقلبها وصاحبنا ده بوكسره بيلسعه، والبغل ده بيعدي الناحيه الثانيه وتوم بيلاقي نفسه بعيد عن اي نوش والكل مرمي تحت رجليه. سونيك بيقول له مفيش شكرا، بيقول له يلا بينا من هنا. بيطلعوا جري من المكان والاثنين بيكونوا في منتهى السعاده. بيقعدوا في الفندق ده وسونيك بيقول له ها هنعمل ايه؟ بيقول له انا هقعد قدام التلفزيون وانت خش خد دش وتعالى نام. بيخش في ثانيه ياخد دش. هو بيقول له توم بس يا اخي الكوكب بتاعكوا ده جبار بجد، عشت فيه اجمل ايام حياتي، مش عارف ازاي هقدر انساه. انا مش عارف ليه لونغ قالت لي روح على كوكب المشروم ده. بيقول له لونغ مين؟ بيقول له الست اللي ربتني، قالت لي لو حد شافك على كوكب الارض روح على كوكب المشروم. ما علينا اكيد يا عم هتعود على عيشه هناك. توم بيتاثر. هو بيقول له طيب يلا نام. في ثانيه برضه بينام وتوم بيروح يغطيه، بيلاقي الورقه اللي كانت فيها امنياته، بيلاقيه محققهم الا واحده فيهم وهي انه يلاقي صاحب جدع بيتاثر بيه. وتاني يوم الصبح بيكملوا في طريقهم على فرانسيسكو. سونيك بيقول له ما تقول لي يا اسطى انت كاتب ايه في صفحه امنياتك؟ بيقول له ازاي يعني؟ بيقول له مش انت قلت لي امبارح ان كل واحد ليه صفحه امنيات؟ بيقول له ايوه بس انت اللي هتسيب الارض مش انا. بيقول له ايوه يعني انا من يوم ما شفتك ده قبل ما انت تشوفني بكتير قوي طبعا، لا شفت معاك اصحاب ولا احباب، مفيش غير الحته اللي تبقى مراتك بس، ما نفسكش يبقى لك صاحب شبهي كده؟ بيقول له بصراحه مصاحب الكلب بتاعي. بيقول له بقى انا بتشبهني بالكلب بتاعك؟ طب قفل على الكلام ده كفايه يا هانا. بيقول له يا عم خلاص ما تزعلش، اكيد ليا طبعا صفحه امنيات ولكن مكتوب في الصفحه دي امنيه واحده، نفسي اتنقل لمركز فرانسيسكو هناك هقدر اثبت نفسي. هو انت بالك كده مصدوم وكاني بقول لك حاجه يعني غريبه قوي؟ بيقول له لان كلامك فارغ، اللي عايز يثبت نفسه ده هيثبت نفسه ان شاء الله في المريخ، وبعدين انت طالما واثق من نفسك مش لازم تثبت لاي حد اي حاجه، اهم حاجه انت عارف امكانياتك كويس واللي تقدر تعمله. في الوقت ده ابن الهرمه دكتور روبوتك بيشغل اجهزته، هو بيكون قريب قوي منهم، بيخرج لهم العربيه دي، بيخرج منها سهم وبيرميها عليهم، بيقفش العربيه بتاعتهم. روبوتك بيقول له اخيرا. سونيك بيقول له توم انا كنت فاكرك وطني وبتحب تساعد الناس، طلعت اناني وعايز الشهره يا قليل الاحساس. بيقول له انا اللي قليل الاحساس؟ انت مش واخد بالك ان احنا مقفوشين وهنروح في طيس؟ بيحاول يهرب بالعربيه من السهم، بيخبط في السور ده. سونيك بيخرج بره ومن غير ما ياخد باله برضه بيغضب، بيقول له انا غلطان اني عرفت واحد زيك. من غير ما ياخد باله قوته بتطلع على جسمه، توم بيتخض منه، بيضرب فرامل سونيك بيلف في جسمه وبيروح على العربيه يفرتكها. توم بيقف بالعربيه، هو بيقول له ولا بيقوم، هو بيقول له مش معقول بقى انا بالحلاوه دي. روبوتك بيقول له فرحان على ايه؟ لسه اللي عندي كتير. توم بيقول له يلا بينا بسرعه. بيمشوا من المكان وابن الهرمه روبوتك بيخرج من العربيه عربيه صغيره منها تاني، بتروح جري وراهم. سونيك بيقول له توم اجري يالا العربيه الكبيره ولدت وابنها جاي ياخد طارها منك، وفعلا العربيه بترمي عليهم بكرات كهرباء. توم بيبعد عنها، بتيجي في العربيه اللي قدامهم بتوقفها مكانها، وسونيك بيطلع بره، هو بيقول ابن الهرمه ده زودهم معانا. بينزل على الارض بيلم البكرات وبينزل فوق العربيه، بيقول له شايفني يالا يا ابن الهرمه غاري. بيسيبه يجري على العربيه بتتدمر، بيخرج منها عربيه اصغر منها تاني. سونيك بيقولوا بعدين دول بيلحقوا يخلفوا امتى يا اسطى؟ بيقول له سيب لنا الطلعه دي على سوق مكان. سونيك بيفرح قوي لان امنيه من امنيات حياته يسوق عربيه، بيفضل يتطوح يمين وشمال. بيقول له انت بتعمل ايه؟ بيقول له بتعلم من الكتاب ده طريقه سواقه العربيات، خلاص اهو قربت اتعلم. اضرب يا فتحي. بيضرب العربيه وبيرجع يسوق تاني. سونيك بيقول له عاش علينا فريق جبار، وهوب بيطلع من العربيه طياره صغيره تاني. سونيك بيقول والله حلوه قوي دي والنبي اصلا ناخدها معانا، وهوب الطياره بتكون جباره صديقي، بتفضل تلف حوالين العربيه بتقص النص اللي فوق. سونيك بيمسكها، هو بيقول لها كل ده يطلع منك يا بنت الهرمه. بيكسرها نصين، بيطلع منها بالونه صغيره بتمسك في ايديه. توم بيقول له ايه ده ارميها بعيد. بيقول له مش راضيه لازقه فيها لازقه وحشه قوي يا اسطى. بيقف على جنب وكل ما سونيك يشيلها من حته تلزق في حته تانيه في جسمه. توم بيجيب له الفوطه دي بيمسكها وبيرميها بعيد، بيقول له شفت الموضوع بسيط، وهوب بيلاقيها مرشوقه في ايديه. سونيك بياخدها منه وبيلزقها في الخشبه دي وبيرميها على جنب، بيقول له خلاص يا اسطى خلصنا منها، وهوب بتنفجر فيها. سونيك بيغمى عليه وتوم
بياخده في العربيه وبيمشي من المكان. في الوقت ده روبوتك بيكون في منتهى الغضب، وستون بيقول له ما تزعلش نفسك يا سيد الناس، اكيد هنمسكهم تاني. بيقول له امسك مين؟ انا بعت للفضائي ده احسن اختراعات عندي، ولكن وحياه امي لا اخترع له سلاح هيجيبه من قفاه. وهو بيلاقي شعر سونيك في جيبه بيقول له هو ده السلاح اللي انا هحاربه بيه، هحاربه بنفس قوته. في الوقت ده توم بيوصل لسونيك فين بقى يا صديقي؟ في بيت اخت مراته، بيغطيه بالفوطه دي وبيخش عليهم. اخت مراته بتقول له ايه اللي جابك يا عره؟ ايه اللي جابك بعد ما زعلت اختي؟ وربنا لا اقعد عليك افطسك. كلهم بيهجموا عليه بالكلام بما فيهم الكلب بتاعه. بيقول لهم اهدوا بقى يا جدعان. الكلب بيسحب القماشه دي وكلهم بيشوفوا سونيك. اخت مادي بتطب ساكته على الارض، والدكتور بيخرج الجهاز اللي كان شايله الوقت عوزه، ولكن بيشيل نظام الكهرباء اللي مشغل الجهاز ده. بيحط شعره سونيك وبيشغل بيها. في الوقت ده توم بيقول لمادي ابوس ايديك اتصرفي، مش انت برضو دكتوره؟ بتقول له انا دكتوره بطاريه وده فضائي، ما اعرفش تركيبته عامله ازاي اصلا. بيقول لها هيكون محشي سجق من جوه مثلا، اكيد تركيبته زي تركيبه البني ادم. بتقول له انا هديله حقن استريفيكو وهيبقى زي الفل. وهوب سونيك بفوق وبياخدها تنطيط شمال في شمال. بيقول لهم هم فين؟ قول لي يا بتاع الكحك هم فين؟ بيقول له ده سونيك خلاص احنا بعدنا عنهم. مادي بتقول له تعالى معايا. بيروح معاها. بتقول له بقول لك ايه؟ قول لي وبصراحه ايه اللي انت مورطنا فيه ده؟ بيقول لها يا عمر انا عايزك تهدي كده وتسمعيني كويس. بتقول له يا سلام انا هاديه خالص لدرجه اني هاخدك معايا فوق اروق عليك دلوقتي. قول لي يا ابن الهرمه مين ده؟ وازاي شافك ولا شفته اصلا؟ بيقول لها فاكره اما قلت لك هضرب الحيوانات اللي بيقلبوا برميل الزباله كل يوم؟ قفلت معاك وتاريهم ما كانوش الحيوانات، كان الكائن ده. خفت منه وضربته بحقنه البنج في رجليه. طب ساكت مكانه، انا ما كانش قصدي. المهم وقع منه كيس الخاتم بتاعه اللي كان هيمشي بيه، والكيس ده وقع منه في فرانسيسكو، والمفروض بقى انا السبب ولازم اوصله على البرج فرانسيسكو علشان ياخد الكيس بتاعه ويهرب على كوكب تاني غير كوكب الارض، لان في واحد اسمه الدكتور روبوتيك عايز يمسكه. انا عارف انك مش فاهمه، ولو فاهمه مش مصدقاني، بس اللي لازم تعرفيه ان انا همشيه من هنا. اختها بتقول لها ما تسمعيش كلامه، جوزك انحرف وجاب الفضائي ده علشان يخلص عليكي. اما جوجو بنتها بتروح لسونيك بتقول له خد يا عم الكوتش ده يا رب يجي مقاسك. مادي بتقول له توم بص انا مش عارفه او مش مصدقه مش قادره احدد، ولكن في اي حاجه انا معاك وجنبك. بيفرح قوي وسونيك بيقف في وش الكلب وبيقول له يعني انت اللي توم صاحبك اكتر مني؟ بيلحس في وشه بيقول له خلاص يا عم ما تقرفنيش. توم بيجهز حاجته وبيقول لمادي معلش احنا هنمشي بالعربيه بتاعتك علشان عربيتي بعافيه شويه. بتقول له تمام، وفعلا بياخدوا عربيتها وبيمشوا، وسونيك هو اللي بيسوقها بيخليها فابريكا بره وجوه زي ما انت شايف يا صديقي. مادي بتقول له نهارك اسود ليه خليته يسوق؟ سونيك بيقول لها احسن سواق على كوكب الارض اياك تغلطي. ما علينا، هو ده البرج اللي كان مرسوم على التيشيرت بتاعك؟ بيقول له ايوه هو. بيقول لهم ثانيه هروح واجي، وفعلا بيروح وبيجي في اقل من ثانيه. بيقول لهم ما قدرتش اطلع لان رجلي وجعان، كده هنضطر نخش قانوني. توم بيقول لهم يبقى لازم استغل سلطتي، وفعلا بيخش على اسم الاستقبال في البر. بيقول لها معاك الرائد توم هوم كوم، لازم اطلع على السطح ده دلوقتي لان في حد مرشوق في السطح عندكم لازم امسكه. بتقول له انت جيت المشوار ده كله عشان تمسك الحرامي اللي موجود عندنا؟ بيقول لها ما انا قريب هتنقل هنا على فرانسيسكو. بتقول له خلاص اتفضل. بتديهم كارت الاسانسير بياخدوه وبيروحوا قدام الاسانسير. اتنين بيحضروا برضه بيستنوا الاسانسير، وسونيك بيكون معاهم في الشنطه. بيقول لهم يا جدعان انا بموت هنا حد سامعني؟ الراجل بيقول له انت ازاي قافل على ابنك في الشنطه؟ بيقول له ده عيل كلب لازم اوريه العين الحمراء. سونيك بيقول له مين اللي كل؟ سمعتك بتاع الكحك بس اطلع لك. مادي بتقفل الشنطه، الناس بتخاف منها وهم اللي بيطلعوا في الاسانسير لوحدهم. بيخرجوا سونيك على السطح. سونيك بيقول له اصلا انت ما لقيتش غير شنطه الشرابات اللي تحطني فيها، ويا ريت حتى غسل شراباتك. بيقول له يا عم خلاص اهو الكيس اللي انت بتدور عليه. بيروح جري ياخد الكيس، هو بيخرج خاتم منه. توم بيقول له هتعمل ايه؟ بيقول له هفكر على المكان اللي هروحه وهرمي الخاتم ده في الهواء هيفتح لي بوابه. بيقول له يعني خلاص مش هشوفك تاني يا صاحبي؟ بيقول له مش عارف بس ممكن تشوفني لاني لسه ما خلصتش باقي امنياتي على كوكب الارض. مادي بتقول لهم بصراحه علاقتكم مع بعض عجباني موت. سونيك بيقول لها لا ما فيش الكلام ده، اصلا ما يشرفنيش ان جوزك يبقى صاحبي لان انا وهو اصلا عكس بعض. توم بيقول له يا عم ماشي خلاص هتمشي؟ بيقول له خلاص همشي. بيلف في ظهره ولكن بيرجع له تاني بيقول له كلمتين قبل ما امشي، انا اسف لاني سمعتك كلام مش حلو في العربيه. بيقول له لا انا ما زعلت لان كلامك كان صعب. احيانا الواحد ما بيعرفش ياخد قرار في حياته رغم انه يعرف ياخد قرار في حياه اي شخص، لان الواحد فينا احيانا بيغلط في قراراته ما بيكونش عارف نفسه عايز ايه بالظبط. زي ما انا حفظتك وعارف انك مش عايز تسيب كوكب الارض. بيقول له عندك حق بس مش هينفع قعدتي هنا هتبقى اذى ليك ولعيلتك. بيقول له خلصانه يا ازرق هتوحشني. بيقول له انت كمان يا بتاع الكعب. بيخرج الخاتم وبيرميه في الهواء. البوابه بيكون خلاص هتفتح ولكن الخاتم بيتخبط في طيارات روبوتات بيطب على الارض. ما بيكونش طياره واحده، بيكونوا طيارات كتير ومحوطينهم من كل اتجاه يا صديقي. روبوتك بيحضر بيقول لهم منورين يا خرفان. بيشغل السلاح وبيكون خلاص هيضربهم ولكن سونيك بسرعه مختار كوكلي بزق مادي وتوم اتنين بيطيروا لتحت. روبوتك بيستغرب بيقول له براحتك كده كده هم ميتين وانت هنا هتموت لوحدك يا حزين. بيضربوا بصواريخ الطيران اللي حواليه. سونيك بكل حرفيه بيشوف الصواريخ جايين عليه ولا بيهزوه بسرعته بيبعدهم على هادي، ولكن روبوتك ابن الهرمه بيشغل السلاح اللي معاه. سونيك ما بيكونش عامل حسابه والصاروخ بيضرب فيه بيوقعوا لتحت ساكت والخواتم بتوعه كلهم بيطيروا حواليه. سونيك بيفوق ومادي وتوم بيكون خلاص هيقعوا لتحت ولكن سونيك بيفوق هو بيشوف خاتم قدامه بيحاول يتلفاه ما بيعرف. هو بيكونوا خلاص يا صديقي هيقعوا على الارض ولكن سونيك
سونيك بيخرج شعريه من دماغه بيجيب بيها الخاتم، بينزل طيران لتحت، هو بيفتح لهم بوابه بيترموا فيها، وهوب سونيك بيقع على الشجره دي ما بيحصلوش اي حاجه، ومادي وتوم بينزلوا على كوم عاف. في الوقت ده سونيك بيقوم بيلاقي روبوتك واقف في وشه بيقول له ما تجريش، لو فضلت ثابت وخدتك معايا هتعيش، لو جريت هعمل منك محشي بالفريك. بيقول له بجد؟ طب هات اخرك يا عره. بيلم الخواتم بتوعه من على الارض وطيران من المكان. ابن الهرمه بيكون مستخدم شعره سونيك بتخلي الطياره بنفس سرعه سونيك. سون بيفضل يجري يمين وشمال ولكن ابن الهرمه بيفضل يضرب عليه صواريخ. سونيك بيخاف على الناس اللي حواليه فبيخرج خاتم من الكيس وبيفتح بوابه على باريس. البوابه بتتفتح في باريس، برضه ابن الهرمه بيروح وراه، بيروح على الصين برضه بيروح وراه، بيجي على مصر برضه بيجي وراه. وربنا مصر يا صديقي كانوا الاهرامات 3 قبل ما يبنوا للهرم الرابع. المهم سونيك بيجري على الاهرامات، ابن الهرمه بيضربه بصاروخ بيجي في الهرم الا الهرم قلق. سونيك بيرجع تاني على منطقته، ابن الهرمه بيضربه بصاروخ بيوقعه على الارض، بيقرب منه وبيكون خلاص هياخده ولكن توم بيفتح بوابه وبينزل على دماغه بيديله بنيه بيشفلح وشه. ابن الهرمه بيلف الناحيه الثانيه وهو بيشغل السلاح الفتاك على سونيك، بيقول لهم زعلانين على مين؟ ده فضائي ملوش اي 30 لازمه لا منا ولا يشبهنا. توم بيقول له الفضائي ده احسن من بشر كتير شبهه، الفضائي ده كان افضل صديق ليا. سونيك بيسمع الكلمه دي لانها كانت في ورقه امنياته ومش اي امنيه، كانت اكتر امنيه محتاج لها صديقي. بيقوم الغضب مليه مش علشانه، علشان اللي ليها صديقي. بيفتح عينيه وتوم بيقول له خش هتجيبك حمصه. سونيك بيقول له في حاجه في الطياره تخصني، بياخد الشعريه بتاعته من الطياره هو بيقول له قوتي دي مش ههرب بيها تاني، هفضل بيها هنا علشان اساعد زمايلي وادمر اخصامي. الدكتور بيلبس النضاره هو بيوجه عليه كل الاسلحه اللي في الطياره، بتضرب على مين؟ خلاص راح الطيب الغلبان المسكين، هو خرج لك منه وحش مهين قبل على بينزل تخبيط يمين في شمال في الطياره لحد ما بيدمر الطياره بالكامل. توم بياخد كيس الخواتم هو بيخرج واحده بيفتح بوابه على كوكب المشروع. روبوتك بيروح جري على سونيك وسونيك بكل ما اتاه من قوه بيخش عليه، الاثنين بيخشوا في بعض ولكن سونيك يا صديقي بيدمر معاليه، بيرميه بطيارته في البوابه والبوابه بتقفل عليه. توم ومادي وزمايلهم بيكونوا في منتهى الفخر بيه وتوم بيقول له عاش عليك اخويا، بيقول له انا سمعت صح هو انت بتقول ان انا صاحبك؟ بيقول له اهم صاحبي كفه. بيلف حوالين نفسه من الفرحه وبيدي له كفه، بيقول له طيب بما انك هتعيش هنا مش عايزين مشاكل تاني. بيقول له يا عم ما تقلقش اصلا انا ما عملتش مشاكل بس المشاكل جت لحد عندي، المفروض انت تكون فاهم انه كان غصب عني يا بتاع الكحك. مادي بتقول لهم ايه بقى قصه الكحك دي؟ توم بيقول لها ده سم بيني وبينه، بياخدها في حضنه وبيرجعوا على بيتهم تاني بيجددوا البيت. وهوب القائد والترز بيخبط عليهم بيقول له مستر توم دي مكافاه علشان تجدد بيها بيتك اللي اتبهدل. بيقول له طيب وقضيه روبوت الراجل ده محدش قتله، المفروض ملفه يتقفل لانه اختفى ملهوش جثه اصلا. بيقول له هو ده اللي حصل بس اللي خفاه انا عارف انه معاه، لو كان معاك فعلا عايزك تجيني نقعد على كافيه ونتكلم سوا. بيقول له لا مش معايا مع روبوتك. بيقول له خلصانه وبيسيبه ويمشي. سونيك بيخرج له بيقول له نفسي تبطل كدب يا بتاع الكعب. بيقول له طب استنى رايح فين؟ بيقول له هرجع على جحري تاني. بيقول له لا استنى. بياخده فوق بيكونوا مروقين له المكان وجابوا له كل حاجه بيحبها، بيفرح قوي والاتنين بيقعدوا جنبه بيقول لهم انا مش عارف اشكركم ازاي، اشكركم على وقفتكم جنبي ولا على كل اللي انتوا عاملينه معايا ده. توم بيقول له خلاص انت بقيت واحد من العيله يالا. التلاته بيكونوا في منتهى السعاده وروبوتك بيكون على كوكب المشروم وبيقول مسيري هرجع على الارض تاني، انا دكتور روبوتك احسن بني ادم في مجال التكنولوجيا وطول ما معايا الشعره دي اكيد هرجع على الارض تاني ويوم ما هرجع هدمر كل اخصامي. وهنا بينتهي الجزء الاول من الفيلم. اتمنى صديقي اكون كفيت ووفيت، حط لايك بقى لو نسيت وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار بمجرد ما ينزل الجزء الجديد، وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. هشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.